عسلامة مرحبا بكم وبيا زادة في فيديو جديد بعد طول غياب. حبيت نشارككم رسالة تحفونة باش تجربوها في سهراتكم وقعداتكم الشتوية الجاية إن شاء الله. باش نحتاجو 3 بيضات كبار وإلا 4 صغار، نضيف عليهم سكر حسب الذوق. بالنسبة لي استعملت أكثر شوي من نصف كاس سكر، زدت عليهم ساشي سكر فانيليا. نخلطه مليح حتى يذوب السكر، ونزيدوا عليهم نصف كاس حليب وإلا كعبة يogurt طبيعي يكون أفضل. بالنسبة لي نفضل اليogurt الطبيعي، وإذا مش متوفر عندي نحط حليب. ونزيد عليهم نصف كاس زيت نباتي، ونخلط السوائل مليح ونبدأ نحط النواشف. لهنا حطيت كاس جوز هند، باش نزيد الفرينة. حطيت شوي فرينة وزدت عليها خميرة الحلويات باش نغربلهم مع بعضهم. خلطتهم مليح وحسيت اللي القوام مازال سايل أكثر من لازم، زدت شوي فرينة. في المجمل حطيت فرينة، يعني كاس فرينة مع شوي اللي شفتوه في الأول، لكن يكون من الأفضل أنه تنقصوا كمية الفرينة باش الكيك ما تكونش ناشفة، لأنه جوز الهند معروف أنه باش يخلي الكيك ناشف. وزيد وقت اللي نستعمل حاجة مكون آخر ناشف مع الفرينة، مفروض أن نقص الفرينة، يعني باش القوام متاع الكيك ما يتأثرش، ما يكونش ناشف برشا. وإلا تنجموا تستعملوا المكونات أو المقادير اللي في الفيديو، وتحطوا الكيك في القالب الطويل متاع كيك فطور الصباح، من غير ما تستعملوا الكريم شانتيه والكراميل، وتستعملوا لي بيبيت دو شوكولا، وإلا تزينوا بالشوكولا سايلة في الآخر بعد ما تخرجوها من الفور. المهم تنجموا تستنفعوا بالمقادير والمكونات بزوز طرق مختلفة. وكما تشوفوا لهني القوام يبان، القوام المناسب المثالي، ولكن كي جيت نصب فيه في المول متاعي حسيت بالخطر. دجا ولا واضح اللي الخليط ولا الفرينة وجوز الهند تشربوا السوائل. ولهني كان عندي حلين: يا أما باش نرضى بالأمر الواقع اللي الكيك ماهيش باش تجيني طرية كما حبيت، ولكن باش نكمل المشروع اللي بديت فيه ونزين بالكريم شانتيه والكراميل وناكل بالشفاء والهناء. وإلا نعمل محاولة صغيرة اللي هي نحضر السيرو، ولكن ما عملتش المحاولة وخليت الكيك تبرد. بعد ما حضرت زينتها بالكريم فريش وحطيت الكراميل، زينت بالكريم شانتيه، حضرتها وحطيتها في الفريجيدير حتى لين حضرت الكيك وبردتها. وتو زينت بالكراميل. الزينة كانت متعوبة عليها برشا بصراحة، خذت مني جهد وطاقة كبيرة. نجموا تعوضوا الكراميل بأي صوص أخرى، لكن معروف اللي الكراميل أو كيك جوز الهند يعطوا حاجة بنينة مع بعضهم. والنتيجة بصراحة ما كانتش مخيبة للآمال، رغم اللي كما قلت اللي الكيك تبقى طبقة الجوز الهند ما كانتش طرية كما حبيت. ولكن الحمد لله الواحد لازم يقدر النعم الموجودة. أما من نجمش نقول اللي هي كانت طرية وهشوشة كيف ما نحب، والدنيا أذواق. وإذا ما زلتوا معايا لآخر الفيديو نشكركم على المشاهدة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الرسالة، ونتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد.